يا صباح الهنا، يا صباح الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا احنا بنمشي ورا الترندات والحاجات اللي نازلة جديد وبنجرب وبنشوف. تمام، سواء بقى مأكولات بقى، سواء احنا بنجرب أكلة جديدة ونقول رأينا فيها او هنعملها او بندوقها. فبما ان يعني في حاجات جديدة نازلة السوق، فقلنا ناخد الطفرة اللي جاية دي. طب في ايه نزل جديد؟ بصوا يا جماعه، طبعا احنا شفنا اسعار الاندومي اللي نازله الغاليه جدا، واللي كان الاول كان الواحد بيجيبها بجنيه وربع وبجنيه ونص، دلوقتي بقى ب10 وب8، واسعار ايه؟ مولعه نار والله. الواحد العظيم كان يعني يجيب باكو او اتنين يتعشى بيهم او حاجات زي كده. دلوقتي بقى طبعا الاسعار بقت غاليه نار. عشان تقولي بس الطفل خد هات كيس اندومي او بتاع، بيبقى نفسه فيه بس بيبقى اهله مش قادرين يجيبوه له. طب ايه الشركات عملت ايه بقى؟ اقول لكم، تعالوا بقى اقول لكم الشركات عملت ايه. عملت اندومي بجنيه. اندومي بجنيه، عملت اندومي بجنيه. ايه اندومي بجنيه ده؟ ما انا برضو يعني انا لما عرفت بالموضوع، واخدين بالكم، يعني مش موجود عند باقي البقالين او باقي السوبر ماركت او كده، لا هو موجود في حتت عشوائية جدا. يعني عشان تروحي تجيبيه لازم يعني تخشي بقى الزقايق بقى وتدوري وتدعبسي فطبعا خد مني مجهود جامد. لما انا سمعت بيه حبيت بقى ادور عليه واجيبه، وفعلا دورت عليه وجبته. جبتي اندومي بجنيه؟ جبت اندومي بجنيه. تمام، طيب تعالوا بقى نجرب ونشوف. بس قبل ما نجرب ونشوف لازم نعمل ايه؟ نقول ايه؟ يا ام نيازي، صح نيازي، وهي جابت اندومي بجنيه. تعالوا بقى نشوف الاندومي ابو جنيه. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، ده الاندومي ابو جنيه. شايفينه؟ ادي واحد، اتنين، تلاتة. تمام، وادي يا جماعه الطعم الرابع. هو كتغليف هو مش وحش، تغليفه كويس جدا زي ما انتم شايفينه كده، بس عيبه ان هو، شايفين، يعني مش على جودة يعني ايه عالية. طيب انا دول الاطعمة اللي انا لقيتها. هل في اطعمة اكتر؟ انا سمعت ان في اطعمة اكتر، بس ما اعرفش. يعني في ده بالجبنة، في ده بالخضروات، كاتشب، فراخ. يلا بينا ندوق ونشوف ونحكم. يلا بينا. طبعا الاندومي يا جماعه العادي بيتحط في ميه وبيتسلق او بيتعمل وبيتحط البهارات. لا، اللي انا عرفته بقى ان ده جاهز، ناشف كده، بيتاكل ناشف للاطفال ايه اللي بياكلوه. في اصلا الناس بتجيب الاندومي اللي هو الاندومي العادي اللي هو بيتسلق، والاطفال بياكلوه كده، بيكسروه بياكلوه كده. انا ما اعرفش بياكلوه كده ازاي، بس هما بياكلوه يعني. طيب تعالوا بقى نجرب ده. ايه هي؟ عباره عن شعريه مقليه. تمام، يلا بينا. ما فيهاش ريحه فراخ اصلا. طيب بصوا بقى، بصوا بقى، ادي الكميه، هي دي الاندومي ام جنيه، وهي دي شكلها. شايفين؟ هي دي شكلها. طيب طبعا يعني كنظريا كده. طب ندوق الاول ونشوف. هي مقليه، تمام، هي مش نيه زي الاندومي العادي. الاندومي العادي عباره عن مكرونه نيه او شعريه نيه. لا، ده مستوي. هقول لكم اشبه بايه. يعني مثلا اشبه بالبطاطس او الحاجات زي كده، اللي هي معمول بنشا جامد قوي ومقرمش قوي. تمام، ومحمر. لكن طعم الفراخ لا، ما فيهوش طعم فراخ. حدقان لا، ما فيهوش حدقان. ان هو ده يعتبر ملوش طعم، هو تحس ان هو شعريه مقليه بس ما ملوش اي طعم. تمام. طيب تقييمي ككميه بجنيه، لا انا شايفه ان هي ضحك على الدول. طب برضو احنا هنكمل وهنقول ادي اول كيس. طب نجيب تاني كيس اللي هو ده ابو طماطم او كاتشب. معلش يا سي كاتشب، غلطنا فيك يا سي كاتشب. يعني في ريحه خل او لزعان الخل شويه، اللون مختلف سيكه، الكميه اكتر شويه. شايفين يا جماعه؟ دي الكميه بتاعته. طيب هندوق.
هو النور طفى ليه؟ عايزه اقول لكم، عارفين طعم طلاق الاظافر؟ لا، مش لطيف خالص. مش لطيف خالص 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 خالص. طيب، نكمل. احنا لغايه دلوقتي كده نكمل. ده ابو خضروات. يعني انا شايفه ان انتوا تعبتوا نفسكم بصراحه، وعملتوا تغليف ودفعتونا حق الكيس. تمام. طيب نكمل. يا خلاصي، يا خلاصي، ايه ده؟ ده يا جماعه ابو خضروات، لونه لون الفراخ. هو مخزز ليه كده؟ عامل زي زيت التموين. انت بتضحكي عليا يا ماما؟ انا حاسه ان انت بتضحكي. انت فرحانه فيا صح؟ انا هلغي قناه التجارب دي، انا مش عايزه اجرب تاني. امم خطير. ايه الجمال ده؟ ما تجيبوش تاني. اياكوا تجيبوه تاني. اياكوا. انا ايه اللي خلاني اعمل في هي نفسي كده؟ شعرية عادية ومتحمرة. ايوان، هي شعريه متحمره، بس مش محطوطه اي طعم. طب والله العظيم تاني، طعم الكاتشب ده عامل زي ما يكون حاطه منوكير، وده طعم المنوكير في بقك. شوفي لما تجيبي المنوكير وبتقعدي تقرقضيه كده، هو طعم المنوكير في بقك. ده لزق في زوري. كنت جبت لك ازازة كنز بلعتي بيها. عشان اجرب كيس اندومي بجنيه، اجيب كيس كنز، باخد كيس كنز، اجيب علبه كنز ب15 جنيه. اه. ماشي. الغريبة ان هي في فتافيت سودا كده نزلت، مش عارفة هي باينة في صباعي ولا لأ اهي. مش عارفة ايه الفتافيت السودا دي. البهارات. يا لهوي، هما كانوا عاطيني قعر الحلة ولا ايه؟ تعالوا يا جماعة نجرب. الله بالجبنة. ملوش اي ريحة جبنة اهو يا جماعة. طيب نجرب الجبنة. بسم الله. في حتة، يعني انا مش عارفة هي دي عيوب صناعة ولا ده ايه. ده ايه ده؟ عاملة كده ليه؟ طب ماشي. اقسم بالله انا لو كنت جبت حته جبنه نستون من عند البقال كانت احلى. طيب، ما اولا ما لهاش طعم خالص، هم كلهم يعني بصوا اهو اهو، كلهم زي بعض، ما فيش اي اختلاف. طيب بصوا يا جماعه، اولا مبدئيا هو كصحه لا هو مش صحي. انا شايف ان هو مش حلو خالص. ده اولا. ثانيا، حتى لو كان الطفل ما معهوش حق البتاع ده، فيه بسكوتات وحاجات صغيره كده احلى بكتير من هذا الكائن الغريب اللي نازل جديد ده. تمام. طيب تعالوا بقى نقارن كده سعر. طب ده انا كده جبتهم بكام؟ دول كده ب4 جنيه، 4 بواكي ب4 جنيه. تمام. اللي هتشوفوه بقى بعد كده، انا جايبه اندومات تاني باسعار مختلفه، كل حلقه بسعر مختلف. تمام. فده ككمية بالنسبة للكيس أبو 5 جنيه، في كيس نازل كده ب5 جنيه، اللي هو بيتسلق وبيتحط له بهارات وبيتاكل، بس ايه صناعة مصري يعني. يعني هي زي الاندومي، بس ايه حاجة كده ايه هنشوفوها، بس تابعوني يعني. المهم ككمية، لا طبعا لا طبعا، يعني ده ما يجيش ربع الكيس اصلا. يعني ايه الكمية؟ ايه ده؟ دول كده يعني لو حطيت واحد تاني عليهم مش هيساوي حاجة، هيبقوا ب5 جنيه. شايف؟ فاهميني؟ لا انا اجيب للطفل كيس شيبسي احسن ب5 جنيه، احسن وانضف يعني احسن من الشركات اللي هي تحت بير السلم، العمده، اسمه العمده. تمام. فيا رب تكون الحلقه بتاعتي عجبتكم. وبصراحه لا انا ما عجبنيش خالص خالص خالص، وما تشجعوش ولادكم ان هم يجيبوه، وراقبوهم يعني مثلا رايحين المدارس او كده، لا انتوا تشوفوا ضيعوا فلوس في ايه او لا. انا التجربه دي فعلا فاكسه قوي ومش حلوه، فانصحكم ان انتوا ما تجربوهاش. تمام. يلا شوفوا وشكم بخير، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والاشتراك.